فيه مياه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أعزائي المشاهدين، إخوتي المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا زلنا في قوانين القرآن الكريم، والقانون اليوم قانون الفرقان، ولا بد من مقدمة. الله عز وجل خلق الأكوان ونورها بالقرآن، إذن الله نور السماوات والأرض. أحياناً يشق الطريق وبعدها توضع الشاخصات لتنور لسالكي الطريق دربهم والأخطار التي تحيق بهم. ما من عمل يعمله الإنسان إلا وتسبقه رؤية. هذه الرؤية إن صحت صح العمل، وإن فسدت فسد العمل. هذه الرؤية إما أن تكون محصلة تجارب، أو محصلة وهم، أو محصلة رؤية صحيحة تنطلق من منهج الله في الأرض. فلذلك الإنسان بحاجة إلى رؤية صحيحة تكون سبباً في صحة عمله، وبالتالي في سلامته وفي سعادته. قانون الفرقان فيه آية تعد أصلاً في هذا الباب. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يجعل لكم حالة تفرقون فيها بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين ما يجوز وما لا يجوز، بين الجمال والقبح، بين القيم السامية والحاجات الوضيعة. إذن هذا التفريق بين الصح وبين الآخر غير الصحيح هو من محصلة الرؤية الصحيحة. الآن يمكن أن نسميه نوراً يقذف في قلب المؤمن، تؤكده آيات كثيرة. لعل الآية الأولى التي تؤكد هذا النور الذي يقذف في قلب المؤمن فيرى به الخير خيراً فيتبعه، والشر شراً فيجتنبه، إنه نور الله. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا. كلمة يا أيها الذين آمنوا تشير إلى عقد إيماني بين العبد وربه. يعني يا من آمنت بي، يا من آمنت بحكمتي، يا من آمنت بقدرتي، يا من آمنت برحمتي، يا من آمنت بعطائي، يا أيها الذين آمنوا. الله عز وجل في القرآن الكريم يخاطب الناس بأصول الدين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويخاطب ربنا جل جلاله المؤمنين بفروع الدين. هذا آمن بالله، آمن به إلهاً ورباً وخالقاً، آمن به مسيراً، آمن به واحداً وكاملاً، آمن بأسمائه الحسنى، آمن بصفاته الفضلى. كأن هناك عقداً إيمانياً بين العبد وربه. لذلك خاطب الله المؤمنين بما يقترب من 300 آية، لأن بينه وبينهم عقداً إيمانياً، بينما لم يخاطب الطرف الآخر إلا بآية واحدة يوم القيامة: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. إذن حيثما قرأنا كلمة يا أيها الذين آمنوا تعني أن كل من آمن بالله وحمله إيمانه على طاعته معني بهذا الخطاب. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أطيعوه. وتقوى الله بالمفهوم البسيط القريب طاعته، يعني اتقوا معصيته، اتقوا غضبه، اتقوا عقابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. الله عز وجل نجد في قرآنه الكليات:
ونجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التفصيلات. الله عز وجل كلف النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس ما نزل إليهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. الآن يؤتكم كفلين من رحمته. كفلين، قال علماء التفسير: رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة. هذا تؤكده الآية الكريمة: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا تؤكده آية أخرى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يتمتع المؤمن أيها الإخوة في ضوء هذه الآية برؤية صحيحة، يرى الخير خيرا، يرى الشر شرا، يرى الحق حقا، يرى الباطل باطلا، يرى ما ينبغي